الكوردون بلو كان متماسك جدا ومفكش خالص في الزيت بطريقه سهله وبسيطه ومقادير متوفره في البيت، وكان طعمه حلو جدا. نسيبنا بقى من الفراخ بالطريقه العاديه ونجرب الطريقه دي، وكانت الجبنه الرومي سايحه كده من جواه واللانشون. تعالوا بقى نشوف الطريقه ونشوف عملناه ازاي. اول حاجه هنحتاج الكميه اللي هنستخدمها صدور فراخ، وتكون مغسوله كويس اوي ونضيفه. هنبدا ان احنا نستخدم كل قطعه كده وهندق عليها كويس اوي بحاجه خشب. اهم حاجه ندق في المكان التخين شويه للفراخ اكتر من المكان الرفيع، بحيث ان احنا نخليها كلها نفس السمك، وما يكونش رفيعه من مكان وتخينه من مكان. لا، هنخلي المكان التخين شويه هندق عليه اكتر من المكان الرفيع. هنعمل بقى كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه. في المكان السميك شويه هدق اكتر من مكان رفيع، بس كده زي ما انتم شايفين. هبدا بقى ان انا استخدم فلفل اسود وكمون وبهارات فراخ مدخنه وملح وتوابل فراخ مدخنه وبابريكا مدخنه. اهم خطوه بقى في التوابل ان احنا مش هنستخدم توابل سايله خالص، اللي هي اللبن او الزيت. لا، انا عاوزه التوابل تكون على الفراخ نفسها كده، تفضل على الفراخ طبقه الفراخ، لان الزيت واللبن هيمتصوا التوابل. انا مش عاوزاها تمتص التوابل، انا عاوزه التوابل تفضل على الفراخ كده. فمش هنستخدم اي سوائل خالص. بعد ما تبلتها بقى هبدا ان انا اقفلها كده واسيبها في التلاجة يوم كامل، 24 ساعه كاملين. بعد بقى ال 24 ساعه هبدا ان انا اطلعها كده من التلاجة، وهستخدم كمان جبنه رومي ولانشون النوع اللي انتوا تحبوه. هبدا بقى ان انا اخد قطعه الفراخ كده وهي عليها توابلها، علشان كده انا مرضتش احط اي سوائل في التوابل. هبدا بقى ان انا افردها واحط عليها قطعه من الجبنه الرومي وقطعه من اللانشون، وهبدا بقى ان انا الفها. بس اللف يكون بتك عليها جامد بحيث ان احنا ما تفكش معانا واحنا بنحمرها. هبدا ان انا اعمل معاكم كمان واحده. هبدا ان انا احط جبنه رومي ولانشون وابرمها كويس قوي، هلفها كويس قوي. يعني كل لفه معايا بتك عليها كويس بحيث ان هي ما تفكش مني خالص. هعمل كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه. وبعد كده هستخدم الورق اللي هو الاسترتش. هبدا ان انا اخد كل قطعه اللي انا لفاها واحطها في ورق الاسترتش كده بالعرض مش بالطول، علشان اسيب مكان فاضي من الجنبين اضغط عليها كويس. بصوا بقى اللف، دي اهم خطوة، هي خطوة اللف علشان ما تفكش معانا واحنا بنحمرها. انا بحط كده قطعة الفراخ وابدأ ان انا الفها 10 مثلا لفات كده، وانا بلف كل لفة بضغط عليها كويس، كل شوية اضغط عليها كويس، ومن الجناب بقى اضغط عليها كويس قوي، علشان دي خطوة مهمة علشان ما تفكش معانا واحنا بنحمرها. هوريكم واحدة كمان. المهم ان انا اتأكدت ان انا قفلتها كده من الجناب كويس قوي علشان ما تفكش معايا. هعمل بقى كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة، وبعد كده ادخلها الفريزر لمدة ساعتين او 3 ساعات كاملين. لازم تفضل في الفريزر 3 ساعات كاملين او ساعتين. هبدأ بقى ان استخدم هنا نص كوباية مية متدوبة فيها ربع معلقة ملح ومعلقتين دقيق كبار ونص معلقة فلفل اسود وكمون، وهقلب كويس اوي لحد ما اتأكد ان الدقيق داب خالص، وهسيبها كده على جنب. في الطبق التاني هستخدم بقى كيسين كاملين فيجيتار. لو مفيش فيجيتار ممكن نستخدم بقسماط عادي. او حسب الكميه بقى اللي احنا هنستخدمها، ممكن نستخدم 3 اكياس فيجيتار عادي. بعد ما سبتها بقى في الفريزر ساعتين او 3 ساعات كاملين هبدأ بقى ان انا اطلعها. المهم واحنا بنلفها نبرمها كويس قوي علشان ما تفكش معانا واحنا بنحمرها. باكد تاني، ولازم تفضل في الفريزر ساعتين او 3 ساعات او 4 ساعات كمان كاملين. هبدأ بقى بعد ما سبتها في الفريزر هبدأ ان انا افكها واحده واحده كده، وانزلها في الاول في الدقيق وبعد كده في الفيجيتار واغطيها كويس قوي بالفيجيتار. المهم ان احنا في الفيجيتار مش هنحط معاه اي توابل تاني، لان خلاص هي الفراخ شاربه توابل كويس قوي ومتبلينها كويس. وكمان ما حطيناش سوائل مع التوابل علشان تفضل التوابل لازقه على الفراخ كده. فمش هنحط توابل تاني خالص عشان ما تبقاش توابل زياده يعني. فهعمل بقى كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه. هبدا بقى ان انا احمرها في زيت يكون غزير. لازم الزيت يكون غزير وسخن جدا. طريقه التحمير بقى ركزوا معايا في الخطوه دي مهمه قوي. طريقه التحمير هنزل كل قطعه والزيت سخن جدا. الزيت لازم يكون سخن جدا علشان الكوردون بلو ما يفكش معاكم. هننزلها على زيت سخن لحد ما تبدأ ان هي الفراخ تصفر من الجنبين كده. هنعمل النار متوسطة ونسيبها براحتها خالص لحد ما تستوي براحتها على نار متوسطة. اهم حاجة بعد ما تصفر على نار عالية نسيبها بقى على نار متوسطة تستوي براحتها خالص، لان لو علينا النار هتستوي من بره وهتعمل طبقة حمرا من بره، ومن جوه الفراخ هتبقى نية. فعاوزين نتأكد ان احنا هننزلها على درجة حرارة عالية ونهدي، نعملها نار متوسطة كده ونسيبها تستوي براحتها خالص. نسيبها براحتها خالص لحد ما تستوي.
بس برضو مش هنسيبها كتير لحد ما تستوي ونتاكد ان هي خدت لون كده والفراخ استوت من جوه. شايفينها مطلعه الفراخ مستويه جدا.